لي يا رحبه. يلا يا رحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ ربنا يسترك. بقول لحضرتك انا عايزه اسال بس حضرتك ان انا عندي قط. القط دوت يعني عايز يعني يتزوج، بس انا ما عنديش امكانيه ان انا اجيب له قطه. نخطب له، نشوف له. لا انا اجيب لك، يا سلام، ونتعاون ونعمل اعلان في الموعظه الحسنه، نجيب له عروسه ما حصلتش. هو انت متاكده انه قط؟ ما يمكن يكون قط يا بنت وانت مش واخده بالك. لا انا متاكده. انه ذكر؟ وايه اللي عرفك انه عايز يتجوز؟ ما هو اصل هو جات له مشكله، يعني كان عنده مشكله وديته للدكتور. الدكتور قال لي ان هو المشكله دي بسبب ان هو عايز يتزوج. والدكتور ما عندوش ممرضه شغاله خطبه للقطط؟ لا ما فيش. طب انا اقول لك على حاجه، انت ساكنه الاول في القاهره ولا في الاقاليم؟ لا في القاهره. في القاهره. ومتجوزه؟ الحمد لله. اسكتي. وجوزك بيشتغل ولا عواطلي؟ لا بيشتغل. طبعا لازم يكون بيشتغل. معاك عيال؟ الحمد لله. يعني اقول لك على حاجه، كلمه وتصدقيني؟ اتفضل. لو ما شلتيش القط ده بره وحدفتيه في الشارع ويتجوز 40 قطه، ربنا هيدخلك النار. واي حاجه تصرفيها عليه، على اولادك او على مساكين يا حبيبه قلبي، ربنا يصلح حالي وحالك. طب ينفع اعمل له عمليه تعقيم؟ لا ما تعملوش اي عمليه ولا تصرفي عليه جنيه واحد، الا اذا كنت انت فنانه وتعرفي تعملها له في وقت فراغك. انما ربنا ما خلاش حاجه وقال انا جعلت لها حياتها في الشارع، واحنا نقول له احنا مش راضيين بيك. لا انا هجيبه بيتي، انا ماي هاوس، وانا هصرفي عليه، وانا هتكفلي بيه، وانا هكون رفيقه بيه، وكمان هجوزه. ده انا بفتح نفسي باب جهنم. دعيه ياكل من حشاش الارض وهيتجوز قطه اجمل قطه، ويجيبوا عيال بره بعيد عننا ويجروا ورا الفلان ويلعبوا حوالين يا كيكه. واهتم بجوزك واولادك، ولو معاك 20 جنيه متوفره يا حبيبتي اديها المسكين يدخلك الجنه بدل ربنا ما يدخلك النار.